بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. يمكن كان في فيلم كده، أعتقد كان عماد حمدي لما كان في إعلان بيتذاع في الراديو، لا تتناول هذا الدواء، هذا الدواء فيه سم قاتل. أعتقد ده بيحصل مع الزمالك دلوقتي قبل السوبر المصري. هذا الدواء فيه سم قاتل. إيه بقى السم القاتل دوت؟ إن الإعلام بيحاول إن هو ياخدك دلوقتي لسكة تانية خالص. بيحاول إن هو يبعد تركيزك عن الصور. بيحاول إن هو يدخلك في مشاكل كتيرة. بيحاول إن هو يشتتك. واحنا شايفين كل البرامج او معظم البرامج دلوقتي للاسف الشديد هي بتناصر المنافس. انت عندك ماتش بيراميدز الاول، ما عندكش ماتش الاهلي الاول. يعني انت لازم تفوز على بيراميدز، والاهلي لازم يفوز على سيراميكا عشان سيراميكا كليوباترا عشان تقابل النادي الاهلي. فيبقى التركيز بتاعك فين؟ تركيزك في مباراه بيراميدز. هو ده التركيز اللي انت تركز عليه الاول، انت تخطي الخطوه دي عشان بعد كده بقى ممكن تقابل الاهلي، ممكن تقابل سيراميكا كليوباترا، ايهم. كل شيء جايز وكل شيء وارد. فالاعلام واخدك بقى لسكه تانية، واخدك لاكبر قلعه رياضيه، واخدك لبعض البرامج اللي عماله تتكلم وان هي تدخل بقى مشاكل زيزو، تتكلم على زيزو، تتكلم على شيكابالا، تتكلم على موضوع كهربا. انا مش فاهم موضوع كهربا اتفتح ليه اصلا يعني. خلاص، ما الزمالك خد فلوسه، خدها بقى بالمصري بالدولار، المهم خد فلوسه وخلصت المشكله واتقفلت خلاص. وساعتها قالوا انتصار. يا سلام، انتصار. طب يا عم، ما انت انتصرت بقى، انت زعلان ليه؟ انت عايز ترجع تتهزم تاني ولا ايه؟ مش فاهم يعني. انت بتتكلم على موضوع كهربا ليه؟ يعني ايه اللي فتح موضوع كهربا واتظلم وبتاع، والموضوع عدى عليه خلاص انتهى. سواء بقى الزمالك اتظلم فيه، ده الزمالك اللي اتظلم. الزمالك خد فلوسه بالمصري، وخد فلوسه قبل التعويم، قبل ما الدولار يغلى. يعني ضيع حوالي 50 مليون جنيه. يعني الزمالك نفسه اللي اتظلم، لان الزمالك ما خدش حقه كامل في موضوع كهربا. يعني الزمالك هو اللي اتظلم. فانت بتفتح الموضوع، بدخلك بقى في موضوعات تانية. بدخلك بقى، بشتتك بقى، اكلمك بقى اللعيبه مشاكل، جوميز متخانق مع المجلس، جوميز مش عايز اللعيب الفلاني، المجلس عايز اللعيب الفلاني. قصص ومواويل. هذا الدواء فيه سم قاتل. المفروض بقى اللعيبه تركز وتبعد عن كل القصص دي كلها. وده دور مين؟ دور جهاز الكوره، دور المدير الفني، دور مجلس الاداره. ان انا ما اخشش في صراعات ومشاكل دلوقتي. انا يبقى تركيزي اعمل اللي انا عايزه بعد ما افوز بالسوبر المصري. زي كده لما خدت السوبر الافريقي وعملنا والاحتفالات والناس كلها فرحت وعملت التحفيلات اللي هي عايزاها والناس كلها عاشت سعاده غامره. يبقى انا استنى بقى خلاص، لا وقت الا لمباراه بيراميدز. باقي عليها حوالي قد ايه؟ حوالي 5 ايام، يعني من الحد القادم ان شاء الله. 4 و5 بتوقيت القاهره، 5 و5 بتوقيت الامارات، في استاد النهائي. مباراه مهمه، ومباراة مصيرية. بيراميدز فريق مش سهل، عنده نجوم وعنده لعيبة وعنده يعني فرقة جامدة، يعني فرقة مش سهلة. فلازم تركز إن أنت تكسبها الأول وتبعد. لأن أنت لو تناولت الدواء خلاص، لو ركزت بقى مع القصص اللي شغالة دلوقتي والتحفيزات، يطلع النائب ثروت سويلم يقول لك الزمالك ما يفوزش بطولتين ورا بعض والاهلي ما يخسرش بطولتين ورا بعض. يطلع كابتن سيد عبد الحفيظ يتكلم، يطلع مش عارف ابراهيم سعيد يتكلم، يطلع كابتن شوبير يتكلم، يطلع قصص ومواويل وحكايات وروايات. فانا بحذر، بقول للاعيبه الزمالك هذا الدواء فيه سم قاتل. ركزوا. النهارده الفرقه اتدربت النهارده. الصور اللي احنا شفناها للتدريبات حماس، في روح عاليه موجوده، في حاجات جميله جدا. في محمد عبد الشافي بقى جاهز، ممكن يخش في السوبر. الونش بيتدرب بحماس شديد، طبعا ممكن ما يلحقش يعني. عمر جابر شفناه النهارده برضك في التدريبات، ممكن يخش او ما يخشش، يعني ممكن يبقى احتياطي او ممكن يبقى في الماتش التاني ان شاء الله لما الزمالك يوصل للنهائي. الراجل مركز، يعني الراجل اعتقد ان هو استقر على التشكيل اللي هيلعب بيه في مباراه السوبر. في لعيبه طبعا هتكون مستبعده، في سيف جعفر، في مهاب ياسر، في محمد عاطف اللي جاي له عرض من بتروجيت، في سامسون اكينولا، في احمد رفاعي، يعني الزناري طبعا عشان مصاب. فاحنا عايزين تركيز في الفتره الجايه دي بعيدا عن السم القاتل. السم القاتل اللي هو بيحصل في بعض وسائل الاعلام اللي هي بتحاول تشتت تركيز لعيبه الزمالك، وللاسف الشديد البعض بينجر ليها. حتى بعض الزملكاويه اللي محسوبين على نادي الزمالك
واللي بنثق فيهم انجروا لهذا الموضوع. كل التوفيق لنادي الزمالك في المرحلة المقبلة، والسعادة دائما لجمهور الزمالك. شكرا.